في سنة 1983 في قاعة كبيرة مليانة صحفيين ولاعبين من كل أنحاء أفريقيا، الكل مستني إعلان اسم أفضل لاعب في القارة، والمنافسة كانت قوية جدا، نجوم كبار من كذا دولة إفريقية. لحظات صمت قبل الإعلان وبعدها بيتفتح الظرف ويتقال محمود الخطيب. فجأة القاعة كلها بدأت تسقف، لاعب مصري بقى رسميا أفضل لاعب في أفريقيا، ومش بس كده، ده كمان أول لاعب مصري في التاريخ يحصل على الجايزة دي. في اللحظة دي كان واضح ان اللاعب اللي اسمه محمود الخطيب ما بقاش مجرد نجم في الاهلي، لكنه بقى واحد من اعظم لاعبي القاره كلها. لكن السؤال اللي بيجي هنا، ازاي لاعب بدأ طفل صغير في الدقهلية وصل للمكانه دي؟ وايه اللي خلى ناس كتير لحد النهارده تقول ان محمود الخطيب هو افضل لاعب في تاريخ مصر؟ وهل نجاحه وقف عند الملاعب بس ولا قدر ينجح كمان لما بقى رئيس للنادي الاهلي؟ خطيب على صدره ويلعبها يا راجل، يخرب عقلك يا راجل على صدره والجول يا ولد يا ولد يا محمود إبراهيم الخطيب اتولد سنة 1954 في محافظة الدقهلية. بدأ الخطيب مشواره الكروي في نادي النصر بمصر الجديدة، وهناك ظهرت موهبته بسرعة. في مباريات الناشئين لفت الأنظار بشكل كبير، خصوصا لما سجل أكتر من هدف في مواجهات ضد الأهلي. وقتها بدأ المسؤولين في الأهلي يلاحظوا اللاعب واقتنعوا إن قدامهم موهبة مختلفة. الخطيب كان قريب جدا من التوقيع للنادي الإسماعيلي، لكن في النهاية نجح الأهلي في ضمه سنة 1971 وهو عنده 16 سنة بس. مع الأهلي بدأ الخطيب يثبت نفسه بسرعة، لعب مع فرق الناشئين وسجل أهداف كتير، لدرجة إنه سجل 4 أهداف في ماتش واحد ضد الزمالك. وبعد فترة قصيرة تم تصعيده للفريق الأول، وكانت أول مباراة رسمية ليه مع الأهلي يوم 15 أكتوبر سنة 1972، وكانت قدام نادي البلاستيك. وفي نفس المباراة سجل أول أهدافه مع الفريق، ومن اللحظة دي بدأت مسيرة واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية. وخلال مسيرته مع النادي الأهلي فاز ب10 ألقاب للدوري المصري و5 بطولات لكأس مصر، وكمان قدم نجاحات كتيرة في المستوى الإفريقي، وده علشان قاد النادي الأهلي للفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال موسم 82 وموسم 87، وكمان بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات موسم 84 و85 و86. وعلى المستوى الدولي انضم الخطيب لمنتخب مصر 1974 وشارك مع المنتخب في أولمبياد موسكو 1980 وأولمبياد لوس أنجلوس 1984، ونجح انه يسجل هدف مهم جدا في فوز مصر على كوستاريكا بنتيجة 4-1. كمان كان جزء كبير من المنتخب اللي فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 86. محمود الخطيب مهاجم هادي، لعبه بسيط لكن تأثيره كبير جدا. كان مختلف عن معظم المهاجمين اللي في جيله، ما كانش أسرع لاعب في الملعب وما كانش أقوى واحد جسمانيا، لكن كان عنده حاجة أهم بكتير، العقل الكروي أو اللي بيتقال عنه حديثا المينتاليتي. كان بيعرف يقف في المكان الصح وفي اللحظة الصح، وكان عنده قدرة غريبة جدا انه يسجل اهداف من فرص صعبة جدا. ممكن تلاقي الكرة جاياله وهو متحوط ب3 مدافعين وبرضه يلاقي طريقة يسجل بيها. ومع الوقت بقى الخطيب هو نجم الاهلي الاول وواحد من اهم نجوم الكرة المصرية كلها. الناس اللي بتتكلم عن الخطيب مش بتتكلم بس عن الاهداف، لكن على طريقة اللعب. الخطيب كان مهاجم بيعرف يلعب بعقله قبل رجله، وكان بيعرف يقرأ اللعب قبل ما يحصل، يعني قبل ما الكرة بتوصل لمنطقة الجزاء بيكون هو بالفعل اتحرك للمكان اللي الكرة هتوصل له، وده كانت واحدة من أهم أسرار نجاحه. الخطيب كان لاعب هادي جدا داخل الملعب وخارج الملعب، وما كانش بيتوتر وما كانش بيضيع فرص كتير، لأن ببساطة كان بيلعب بثقة، وده خلاه واحد من أخطر المهاجمين في أفريقيا وقتها. ولو جينا للأرقام هنلاقي إن الخطيب سجل أكتر من 150 هدف مع الأهلي، وكان هداف الدوري المصري أكتر من مرة، وكمان سجل أهداف مهمة جدا في البطولات الإفريقية. والأهلي وقتها كان بيكسب بطولات كتير، دوري وكاس وبطولات إفريقية، والخطيب كان دايما عنصر أساسي في النجاحات دي. لكن أهم إنجاز في مسيرته سنة 1983 لما فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. الجائزة دي كانت لحظة تاريخية، لأن الخطيب بقى أول لاعب مصري يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، وده أكد إن اللاعب ده مش بس نجم الأهلي، لكنه واحد من أفضل لاعبي القارة كلها.
كبار نجوم الكرة المصرية لما اتكلموا كتير عن الخطيب. حسن شحاتة قال انه من اذكى اللاعبين اللي لعبوا في تاريخ مصر، ومحمود الجوهري قال ان الخطيب كان بيقرأ الملعب بطريقة عبقرية، حتى ان لاعيبه افارقه كتير لعبوا ضد الاهلي كانوا دايما بيقولوا ان اخطر لاعب في الفريق هو محمود الخطيب. لكن رغم كل النجاح ده كان في عدو كبير في مسيرة اللاعب: الاصابات. الخطيب عانى كتير جدا من الاصابات في الركبه. الاصابات دي كانت ممكن تنهي مسيره اي لاعب، لكنها ما وقفتوش، كان دايما بيحاول يرجع ويلعب تاني، وده خلى الجمهور يحترمه اكتر لانه كان لاعب مقاتل وبيحب النادي بجد. لكن مع نهاية الثمانينات الإصابات زادت وبقى واضح إن النهاية قربت، وفي سنة 1988 أعلن محمود الخطيب اعتزاله كرة القدم. لحظة كانت صعبة جدا على جمهور الأهلي، لأن واحد من أعظم لاعبي النادي قرر يسيب الملاعب. لكن الخطيب ما اختفاش بعد الاعتزال، بالعكس بدأ فصل جديد في حياته، دخل مجال الإدارة وبقى عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، وكان معروف عنه إنه شخص هادي ومحترم وقريب من الناس. ومع مرور السنين بدأ حلم جديد يظهر، حلم إنه يبقى رئيس للنادي الأهلي. الخطيب دخل الانتخابات أكتر من مرة وخسر مرة، لكن ما استسلمش، وفي سنة 2017 نجح أخيرا وفاز برئاسة النادي الأهلي. واللحظة دي كانت مميزة جدا لأن أسطورة النادي رجعت تاني، لكن المرة دي كرئيس. ومن يومها والأهلي حقق بطولات كتير خصوصا في أفريقيا. الأهلي كسب دوري أبطال أفريقيا أكتر من مرة، وشارك في كأس العالم للأندية وقدم مستويات قوية، وكمان حصل تطوير كبير في منشآت النادي واتفتح مشروع استاد الأهلي الجديد. كل ده خلى ناس كتير تقول إن الخطيب رئيس ناجح، لكن زي أي إدارة ما كانش كل شيء مثالي. بعض الجماهير انتقدت قرارات معينة زي اختيار بعض المدربين أو بعض الصفقات، وفي ناس شايفة إن الإدارة أحيانا بتتأخر في اتخاذ بعض القرارات، أهمها مشكلة المهاجم الأزلية. ومع ذلك مازال الخطيب بيتسند بدعم كبير من جماهير الأهلي. وهنا بيجي السؤال الصعب: هل محمود الخطيب هو أفضل رئيس في تاريخ الأهلي؟ الحقيقة إن الأهلي كان عنده رؤساء كبار جدا زي صالح سليم مثلا، اللي ناس كتير جدا بتعتبره أفضل رئيس في تاريخ النادي. صالح سليم اللي كان عنده شخصية قوية جدا، لكن في المقابل الخطيب نجح في تحقيق بطولات كتير جدا خاصة على المستوى الإفريقي. ورغم نجاح محمود الخطيب كرئيس للنادي، إلا إن الرقم القياسي لأكتر رئيس حقق بطولات لسه باسم حسن حمدي، الراجل اللي قاد النادي الأهلي لواحدة من أعظم فتراته في التاريخ. علشان كده المقارنة صعبة، لأن كل رئيس كان ليه ظروفه وفترته. لكن في النهاية في حاجة واحدة الكل متفق عليها: محمود الخطيب مش مجرد لاعب عادي للنادي الأهلي، ومش مجرد رئيس نادي، هو جزء من تاريخ الأهلي نفسه، من طفل صغير في الدقهلية لأسطورة في الملاعب، وبعدها رئيس للنادي الأكبر في أفريقيا. رحلة طويلة مليانة نجاحات وصعوبات، ويمكن علشان كده ناس كتير لحد النهاردة بتقول إن محمود الخطيب مش بس أسطورة الأهلي، لكنه يمكن أفضل لاعب في تاريخ مصر كلها. والسؤال اللي يفضل دايما مفتوح: هل ممكن يجي لاعب تاني يعمل نفس اللي عمله الخطيب؟ ولا اسم محمود الخطيب هيفضل محفور في تاريخ الكرة المصرية لسنين طويلة جاية؟